اي واحد كيقرر باش يدفع الباك ليبر كيلقى راسو في وسط واحد المتاهه اللي كبيره بزاف. هاد المتاهه كتخليه تالف ودايخ وما عارفش كيفاش غادي يبدا. كيدخل اليوتيوب كيحاول ما امكن انه يقلب على المعلومه، ولكن عاد كيزيدوا كيتلفوا هاد الفيديوهات اللي كاينين في يوتيوب بلا ما نهضروا على الاسئله اللي كتبقى طرح عليه بزاف وما كيلقاش الاجابه عليها. كيفاش نتسجل في باك ليبر؟ واش فيا الشروط باش انني نتقبل في الباك ليبر؟ كيفاش نختار الشعبه والمسلك المناسب ليا؟ شنو هما المواد اللي غندوز في الامتحان الوطني والجهوي؟ فين غادي نقدر نلقى الاطار المرجعي؟ فين غادي نقدر نلقى الدروس؟ وفين غادي نقدر نلقى حتى الامتحانات الوطنيه والجهويه؟ وبزاف ديال الاسئله اخرين اللي ما كتساليش. وانا اول واحد داز من هذه التجربه هذه سنه 2022 واللي كانت اكسبسيونيل وما عندها حتى شي علاقه بالتجربه ديال الباك متمدرس، حيت كانوا فيها بزاف ديال التحديات. وانا عارف باللي كاينين بزاف ديال المترشحين الاحرار اللي غير بسبب المعلومه ما كايناش، بسبب انهم ما عندهمش واحد الارشاد وما كاينش واحد الشخص اللي يعاونهم ويعطيهم المعلومه الصحيحه، يقدروا يقرروا على انهم ما غاديش يدوزوا هذا الباك ليبر. داكشي علاش الا كنتي ناوي تدفع الباك ليبر وتالف وحير وما عارفش منين غادي تبدا وبغيتي واحد الاجابه شافيه وكافيه على هاد الاسئله اللي هضرت عليهم قبل واسئله اخرى، فما عليك الا تتبع معايا حتى الاخر ديال الفيديو، حيت فريمون غنعطيك اللاصق ديال التجربه ديالي في باك ليبر، المعلومات اللي غادي تحتاجها وكيفاش قدرت على انني نجيب 18 في الباك ليبر علوم فيزيائيه وانا عندي 28 عام. وعندي ليك واحد المفاجاه جد ساره اللي الا بقيتي معايا حتى الاخر ديال الفيديو ممكن انك تستافد منها واللي ما غتلقاهاش في حتى شي بلاصه اخر. وبالمناسبه راه التسجيل في باك حر بالنسبه للباك 2026 راه ما بقى ليه والو، بقات غير شي يومين ولا 3 ايام. فالا كنتي مازال ما تسجلتي حاول ما امكن تدخل دابا للبوابه قبل ما يسالي الاجل. وراه التسجيل ولا الكتروني 100%، بمعنى اخر ما بقيتي محتاج حتى شي ورقه ولا ملف. على بركه الله نبداو الفيديو ديالنا. اول حاجه خصنا نهضروا عليها هي الافاق ديال الباك ليبر. بزاف ديال الناس اللي خداو الباك ديالهم ولا ما كملوش القرايه ديالهم ما عارفينش الافاق ديال الباك ليبر، وفي الغالبيه تيحتقروه وتيقولوا بانه راه واخا نجيب هذاك الباك راه ما غندير به حتى شي حاجه، في حين راه كاينين بزاف ديال الافاق اللي مخبيين واللي ما تيهضروش عليهم الناس. وبالنسبه لي انا راه بالباك ليبر ممكن دير الطب، ممكن دير الصيدله، ممكن دير طب الاسنان، ممكن دير الهندسه وبزاف ديال الاختيارات اخرين. ممكن انك دير لافاك بزاف ديال الشعاب بحال الرياضيات، بحال علم الاجتماع، علم النفس، ادب انجليزي، ادب فرنسي، وتقدر تشد الاجازه الماستر حتى للدكتوراه. هادشي اللي هضرت عليه بالنسبه لاي واحد، يعني ما كاينش واحد السقف للسن. اما الناس اللي عندهم اقل من 21 عام فراه بالنسبه لي انا بحال عندهم باك ليبر بحال عندهم باك متمدرس، يعني تقريبا كيقدروا يدفعوا لجميع المدارس من غير ليكسيبسيون الوحيده اللي كاينه هي الاقسام التحضيريه. يعني حتى المدارس العسكريه حتى هي ممكن انه واحد باك ليبر يدفع لها. واذا بغيتي تفاصيل اكثر على الافاق ديال باك ليبر هبط لي كومونتير لتحت وكتب لي افاق باك ليبر وانا غنجاوبك في لي كومونتير بواحد الرابط ديال واحد الحصه اللي فيها اكثر من ساعتين اللي كنديطايي فيها تفاصيل الافاق ديال باك ليبر واشنو ممكن دير به، سواء باك ليبر علمي سواء باك ليبر ادبي. الكم الهائل ديال المعلومات اللي كاين في هذه الحصه هذه راه ما غتلقاش في يوتيوب وخا تبقى تقلب حتى تعيا. ثاني حاجه غنهضروا عليها هي التسجيل في باك ليبر. التسجيل حاليا كاين في البوابه الالكترونيه الخاصه بالترشيح الباك ليبر، غنخلي لك اللين غيبان لك هنا، غادي تكليكي عليه ممكن انك تسجل كيف قلت الكترونيا، يعني ما محتاج شي ورقه ولا شي ملف ولا انك تمشي للنيابه. من غير الناس اللي باغيين يديروا الاعفاء من التربيه البدنيه فخاصهم ضروري يمشيو يجيبوا شهاده الاعفاء من سبيطار ديال الحومه وابخي يسكانيوها ويدخلوها مع الطلب ديالهم. للاسف واخا التسجيل ولا الكتروني بزاف ديال المترشحين كيترفض لهم الطلب لمجموعه من الاسباب هضرت عليها ديجا في الفيديو اللي فات، اللي اهمها ثلاثه. اول حاجه الصوره ماشي احترافيه، ثاني حاجه كيدفعوا في واحد الجهه ولا في واحد الاقليم اللي ما تابعش العنوان اللي عنده في لاكارت ناسيونال، وثالث حاجه كيغلطوا في المعلومات ديال المسار الدراسي ديالك. الا بغيتي تفاصيل اكثر على الاسباب ديال الرفض فانا كنصحك انك تمشي تفرج في هذا الفيديو. ومؤخرا بزاف ديال المترشحين ما قدروش على انهم يتسجلوا وكيتشكاو ليا من انهم كيدوزوا المراحل كامله وان فوا كيساليو وكيديروا حفظ كيعاودوا عاوتاني التسجيل ازيرو، يعني لاباج ما كطلعش ليهم فيها الايميل والمود باس اللي خصهم يوصلهم. الحل ديال هذا المشكل هذا هو انه خاصك تبقى تعاود حتى يطلعوا لك هذه المعلومات. اذا ما طلعوش ليك غير بقى تعاود. حاليا هذا هو الحل اللي عندنا، هو اللي خدام، حيت بزاف ديال المترشحين نصحتهم بهذا الحل هذا وخدم ليهم. وما تنساش انه في الوضعيه ديال الطلب اخر حاجه خصها تكون مكتوبه هي مصادق عليه من طرف المترشح. راه الا ما درتيش المصادقه وكنتي داير غير حفظ فراك مازال ما تسجلتي في الباك ليبر، ولا فاتت الفتره ديال التسجيل راه ما يمكنش لك ديك الساعات ديال المصادقه، وبالتالي غادي تحرم وما غاديش تقدر على انك تدفع وتدوز هذا العام. ولا عندك اي مشكل في التسجيل
تفاصيل بالنسبه للباك ليبر، فما عليك الا تهبط لتحت غتلقى واحد النمره واتساب، غادي تكليكي عليها وغادي تصيفط لي ميساج وتشرح لي شنو هو المشكل ديالك، ولا كانوا دي سكرين شوت غيكون احسن، وديك الساعه غنحاول ما امكن انني نعاون. ثالث حاجه خصنا نهضروا عليها هي الاختيار ديال الشعبه المسلك. دائما كنقول ما كنجيوش وندفعوا باك ليبر غير هكاك وكنختاروا واحد الشعبه ولا واحد المسلك غير حيت صاحبي يدفع باك ليبر علمي انا خصني ندفع علمي، ولا حيت صاحبي يدفع علوم انسانيه انا خصني ندفع علوم انسانيه. لا، الاختيار خصو يكون بناء على مجموعه ديال الاشياء ديجا هضرت عليها في واحد الفيديو قبل وديطيت فيها الاختيار ديال كل مسلك تقريبا. فغناخذ فقط على سبيل المثال اي واحد باغي يدخل الكليات الطب الصيدله ولا كليات طب الاسنان فراه ضروري خصو يدفع الشعب العلميه، يعني كنهضر على سيونس مات ا، سيونس مات بي، سيونس فيزيك، اس في تي، علوم زراعيه. هادو هما الشعب اللي كيخولوا ليك باش انك تدفع للطب. الا ما دفعتيش في وحده من هاد الشعب راه ما يمكنش لك دير الميديسين. ولا بغيتي تفاصيل اكثر رجع لهذيك الفيديو وتفرج فيها، انا جو سوي سور باللي غادي تعاونك في الاختيار ديال المسلك ديالك. رابع حاجه غادي ندوزو ليها هي فين هو الاطار المرجعي ديال المواد اللي غندوز في الامتحان الوطني والجهوي، فين هما الدروس وفين هما الامتحانات. باش نجاوبك على هذا السؤال واكثر وجدت لك واحد الكتيب اللي غادي تلقى فيه جميع التفاصيل اللي انت محتاج، من القرار ديال انك بغيتي تسجل حتى الاعلان على النتائج ديال البكالوريا. غتلقى فيه الاطر المرجعيه، غتلقى فيه العناوين ديال الدروس، غتلقى فيه الطريقه ديال المراجعه، وغتلقى فيه حتى القصه ديالي كيفاش وجدت الباك ليبر وتحصلت على 18. وهذا الكتيب راه ممكن انك تستافد منه مجانا، وهو بمثابه واحد الهديه اللي كنهديها لك، ومتاكد بانك غتستافد منها حيت داكشي اللي كاين فيه كيف قلت لك ما غتلقاش في شي بلاصه اخرى. هذا الكتيب فيه 4 ديال الفصول. الفصل الاول الشروط الاساسيه باش انك تحصل على باك ليبر بميزه حسن جدا. الفصل الثاني فيه القصه ديالي مع الباك ليبر وخصوصا المواد اللي دوزت في الوطني وكيفاش قدرت نجيب 18. الفصل الثالث فيه الاطر المرجعيه جميع المواد ديال الوطني والجهوي. الفصل الرابع فيه العناوين ديال الدروس ديال جميع المواد، لا ديال الوطني لا ديال الجهوي. اما بالنسبه للفصل الاخير فهو عباره على واحد الاطار زمني اللي كيبين لك من الفتره ديال التسجيل مورا الاستدعاء مورا الشكايات مورا الاعلان على النتائج، يعني بالتفاصيل امتى كل فتره كتكون باش انت تبقى متبع مزيان هذا الشيء. الا بغيتي تستافد من هذا الكتيب مجانا فما عليك الا تهبط لتحت غتلقى واحد لو لين الاولاني غادي تكليكي عليه غادي يديك لواحد الصفحه اللي غتحط فيها الاسم وغتحط فيها الايميل ديالك وغيوصلك في الحين وتقدر تقراه، راه فيه تقريبا 60 باج وتتبع الخطوات اللي فيه، وانا متاكد باللي غتستافد منه وغيعاونك بزاف في الهدف ديالك وغيسهل لك بزاف ديال الحوايج. وما تنساش انك تخلي لي الراي ديالك ملي تساليه وتشاركوا مع اي واحد مقبل ولا ناوي على انه يدفع الباك ليبر. تعذبت بزاف باش نوجد هذا الكتيب وانا عارف المعلومات اللي فيه غابرين بزاف وخاص تقلب حتى تعيا ما غتلقاهمش، وتمنيت لو انني فاش دوزت باك ليبر 2022 نلقى شي اي بوك ولا شي كتيب بحال هذا اللي جو سوي سور كان غيعاونني بزاف وكان غيربحني الوقت بلاصه ما نبقى نقلب في يوتيوب وفي الاخر المعلومه ما غنلقاهاش حتى صحيحه. واتمنى انك تستافد منه واتمنى انه يعاونك في تحقيق الهدف ديالك. وقبل ما نختم الفيديو بغيت غير نقول لك بانه التخفيض اللي كاين في اكاديميه نخبه راه ما بقى ليه والو يسالي والمقاعد قليله جدا، فحاول ما امكن تستافد وتسجل معنا باش تكون من النخبه ديال 2026. اكاديميه نخبه كنديروا تتبع والمواكبه للناس اللي كيوجدوا الباك ليبر سواء علمي ولا ادبي، كنشرحوا لهم الدروس اون ديتاي، كنخدموا معاهم التمارين والامتحانات الوطنيه السابقه وحتى الامتحانات التجريبيه باش نوجدوهم ان شاء الله ويدوزوا الامتحان الوطني والجهوي في احسن الظروف ويتحصلوا على البكالوريا بميزه حسن جدا. فالا بغيتي تكون من هذه النخبه هبط لتحت غادي تلقى واحد الرابط الثاني غادي تكليكي عليه غادي يديك لواحد الصفحه اللي فيها جميع التفاصيل وتقدر من تما دوز لا كوموند ديالك. سينو الا بغيتي تفاصيل اكثر خلي لي ميساج في نمره الواتساب اللي كاينه لتحت وانا غادي نجاوبك ان شاء الله بالاوديو ونشرح لك، واي تساؤل اخر سواء باك ليبر سواء على اكاديميه نخبه فانا مرحبا غادي نجاوب عليه ان شاء الله. هادشي اللي كان في الفيديو اليوم، نتمنى انك تكون استفدتي منه. تهلا لي في راسك، نشوفوا فيديو جديد ان شاء الله.